هذا الفيديو اللي تفرجتي فيه من الاول حتى الاخر يقدر يخليك تجيب حتى ل 18 في الوطني. انا ما كنبالغش في هذه الهضره، ولكن راك غتفرج في احسن ستوري تايم يمكن لك تشوفها في حياتك. ولكن قبل ما نبداو نعرفكم براسي بعدا. انا عبد العزيز الملقب بزيز ديسيبلين، كنقرا في اول عام جيني انفورماتيك. دزت من بزاف ديال الصعوبات في القرايه، ما كنجي كنحل شي مشكل حتى كيخرج لك مشكل اخر انت ما ضاربلوش كاع الحساب. حتى الحمد لله قدرت نحل كاع المشاكل الدراسيه اللي عندي. دزت من واحد ما كيقراش مزيان لواحد جاب مونسيون تري بيان في الباكالوريا. قدرت نعاون الالاف ديال الناس. عندي تقريبا في انستغرام 127 الف اخ واخت. وحيت انستغرام كيمكن لك تبوستي غير دقيقه ولا جوج دقائق، داكشي علاش غنجي هنا اليوتيوب وغنقول القصه ديالي كامله وغيستافدوا منها الالاف ديال الناس. ناخذوا راحتنا في الفيديو ونعطيو الماكسيموم ديال المعلومات باش اي واحد عنده شي مشكل في القرايه في الديسيبلين ولا في تنظيم الوقت يتحلوا. تزيز ديسيبلين هي الجيل الافضل. ما تنساش تجيب شي كاس ديال القهوه ولا كاس ديال اتاي ولا شي حاجه كتعجبك تشربها ولا تاكلها وانت كتفرج فيا، ويلا استمتعوا في هاد ستوري تايم. باش بديت العام ديال الباك بديتو كاي واحد مخلوع، حيت اكثر ديال الناس اللي قبلنا كيقولوا الباك صعيب فيه الدروس بزاف والوقت ما كافيش. طبيعه الحال كنت متيق هاد الهضره وماشي معاها حتى النهار من بعد نهار ما كندير حتى شي اكسيون باش نوجد لا الفروض ولا الوطني. صراحه هنا ولات كتبان لي غير الضبابه قدام عيني، حتى حاجه ما واضحه ليا. ما كنتش كاع عارف راسي فين غادي. ما كندخل السوشيال ميديا كنت كنتاثر بديك الهضره اللي كيقول لك صعيب وباك 2025 غيكون اصعب باك. كينعقد قبل ما نبداو ندوزو الفروض الاولين بجوج سيمانات. حاولت نحيد هاد الهضره من راسي نهائيا، حيت هاد الهضره تو سامبلومون ما مناش. هاد الشيء عاوني فيه لونتوراج ديالي ولا صحابي اللي ما كانوش مدخلين هاد الهضره لراسهم، عارفين باللي الا قريتي مزيان راه اي حاجه غتجيك ساهله. بشويه بشويه وليت كنتانفلونسا بهم، حيدت هذيك الفكره من راسي نهائيا. علاش دائما خاصك تختار الصحاب اللي كتمشي معاهم، اما انت تانفلونسا بهم ولا هما غيتانفلونساو بك. المهم بديت كنراجع الفروض واخا باقا جوج سيمانات. الحاجه المزيانه هي اللي ما خلاتنيش نخدم بزاف هي كانت عندي لاباس في الماط والفيزيك. قلت لكم هذا افونتاج كبير، حيت جبت في اول فرد ديال الماط 20، ماشي حيت خدمت بزاف ولكن حيت كانت عندي لاباس ديال بروميير باك. عارف كانت بدايه موفقه واللي هي عطاتني واحد الموتيفاسيون وخلاتني ديما ما نحاولش نهبط على ديك النقطه اللي جبت في الاول. الحاجه اللي كانت نافعني بزاف باش كنت كنوجد الفروض الاولين ولا الفروض الثانيين هي اي درس كنحاول نخدم له التمارين ديالو، نحاول نخدم له وطنيات من 2010 حتى ل 2024. هاد النقطه ديال كنخدم الوطنيات ديال اي درس عقلوا عليها مزيان، حيت هي غتلعب واحد الدور محوري في ستوري تايم. فرض مورا فرض نقطه زوينه من مور نقطه زوينه. وصراحه هاد النقط الزوينين كيعطيوني واحد الموتيفاسيون اللي كيخليوني نكمل ويزاوت نو ستوب حتى سالات الدوره الاولى وخرجوا لي ريزولطا. وصراحه انا شفتها قبل ما يخرجوا، حيت كنا انا وصحابي حسبنا النقاط ديالنا قدام الليسي مازال كنعقل، وكنت جبت 18.62. فرحت بزاف حيت اول مره نوصل لهاد النقطه واول مره نفوت 17. وهاد النقطه راه ما جاتش بالسهل، جات بالسهر والخدمه والديسيبلين وحرق الراس. بدات الدوره الثانيه وكلشي كان غادي مزيان وكما الاول. بين الشهور الاولين بدا داكشي كيتزير، كان خاصك تخدم تمارين بزاف وتشد بزاف ديال لي زاستوس وتكون اجور مع البروف. انا كان عندي واحد المشكل، هو ماشي مشكل ولكن كنت كندير صناعه المحتوى واللي هي كتدي وقت طويل بزاف. كاع الناس اللي كيقولوا راه صناعه المحتوى راه سهل، ولكن راه كتدي وقت طويل بزاف. اكثر الا كان عندك محتوى هادف، كان خاصك فكره، كان خاصك تخلي لاتونسيون ديال المتابع معاك في الريل، خاصك دير دي ستوري باش ما يهبطلكش الريتش، خاصك دير بزاف ديال الحوايج وهذا الشيء كامل وعندك الوطني معاه. دونك هذه هي التخربقات ديال بصح. وصراحه كيدوزو دي سيمين ما كنهزش فيهم الدفتر كاع ولا كنقرا شي حاجه، حيت تو سامبلومون كنت كنحط كل نهار ريل. ايوا بقات شهرين الوطني ومازال ليا بزاف ديال الدروس مازال ما دخلت ليهم، والدروس ديال الدوره اللي خصك تراجعهم ترونات. وليت كنشوف راسي ما داير والو وغادي في واحد الطريق اللي ما كتخرجش، حيت تخربق لي الوقت ديموتيفيت على القرايه. بحال هزيتي بنادم ديال الدوره الاولى وحطيتي بنادم اخر. حتى لواحد النهار قلت مع راسي الا انت ما حليتيش هذا المشكل راه حتى شي واحد ما غيحلو لك ولا غيجي يدوز في بلاصتك. دونك ضروري كان عليا نحل هذا المشكل وفي اقرب وقت ممكن. تما ايميدياتمون شديت ورقه وستيلو وكتبت كاع الدروس اللي فايتيني والاهميه ديال كل درس في الوطني قدامهم، ولقيت الحمد لله كلشي مهم وخاصني نراجع كلشي. شيء فوق قدرتنا. وهنا عاوتاني غتبدا قصه اخرى ديال كيفاش غندير غنعتق هذا الموقف هذا. كنت قلت لكم باللي قلت مع راسي الا ما حليتيش انت هذا المشكل شكون غادي يحلو. اوكي تما شديت واحد الورقه درت فيها واحد البروغرام ديال شحال خاصني نكمل من درس في كل نهار، واي درس خصني نخدم له التمارين ديالو
والوطنيات كما كنت قلت لكم في الاول، حيت هكا كتخدم كل درس وكتلييه بالوطني وكتكون عندك واحد الفكره شامله على كيفاش كيتحل داك الدرس في الوطني. وهاد لا ميثود بالضبط خسرات عليا بزاف ديال الوقت، حتى ساليت كاع هاد الدروس، راه ما ساليتهمش غير بالهضره، راه كنت كنقرا تقريبا من 8 السوايع حتى 12 ساعه كل نهار، دونك راه كان واحد الضغط اللي ما يمكنش. وكنت كندير واحد البلان ناضي، هو قبل ما نمشي نعس كنمشي كنقرا داك الدرس 3 المرات حتى ل 4 ديال المرات. فبحال هكا كنمشي كنعس، عقلي كيبقى يتريتي داك الدرس وتما كيدخل لك في السبكونشيس مايند ديالك، في العقل اللاواعي ديالك. هنا كتكون ضبطتي الدرس بكل ما تحمل الكلمه يعني. دونك هنا باش سالينا الدروس حلينا ثاني مشكل اللي كان عندنا في العام، وغنسافروا بالزمن حتى غتبقى 15 يوم للامتحان. بالضبط فين غنمشي انا وصاحبي ونقراو انا وياه في بلاصه وحده، انا وصاحبي باش كنتلاقاو وكنعطيوها غير الضحك. دابا غنقراو انا وياه وغنبريباريو الاهم امتحان يمكننا ندوزوه في حياتنا. كيفاش غندير وهذا الشيء صراحه ما وقعش صاحبي، ما كانش من العاكزين، ما كان لا ضحك حتى شي حاجه، هما مو كان الضحك والقرايه، ولكن كانت القرايه بزاف. كيفاش غندير تجمع علينا الستريس والعيا والضحك وبزاف ديال الحوايج. غدوز هاد المده اللي قلت سماح 10 ايام وغتبقى 5 ايام للوطني، فين تما غنرجع للدار. واول نهار ما غنقد ندير فيه والو، ولفت واحد الدار اللي ماشي دار ورجعت وما درت حتى شي حاجه من غير القرايه. بقيت 5 ايام للوطني، شنو بغيت انا ندير من غير القرايه؟ بديت عاوتاني الخدمه وبجهد جديد عاوتاني حتى بقات نهار الوطني، حيت تما عاد بغيت نراجع للفلسفه. كيفاش غندير نحفظ بعض الاقوال الفلاسفه والشعراء، ولكن في الاخر ما قدرت نحفظ والو، حيت انا واحد الشخص تو سامبلومون ما كنقدرش نحفظ. الا بغيت نحفظ الحاجه خصني حتى نفهمها 100%، وانا باش نفهم الفلسفه خاصني تقريبا 3 ايام 4 ايام باش نفهم على الاقل 3 ديال الاقوال ولا 4 ديال الاقوال. الفلسفه هذيك ارسطو وسقراط حفاو دماغهم باش نجي انا في النهار ما كاملاش حتى 6 سوايع باش نحفظ انا الاقوال ديالو. هذا ما عرفتش اشنو كيدير هنا، راه ما يمكنش. انا عارفك خيضرك راسك دابا وغتقول لي خونا هذا كيفاش دوز الفلسفه. سهله، باش تحفظ منهجيه جاهزه يا هذيك جاهزه ديال النص ديال الوضع البشري. هذا ما عرفتش اشنو كيدير هنا. كنت اي موضوع تحط لي غنحط فيه وضع بشري، صافي الوضع البشري، وغنحاول نلينكي داكشي، فهمتي؟ المهم نحاول لينك كان فيها الاشكال وداكشي الاخر. ستركتور ديال المنهجيه نسيت عليه، باش تعرفوني ما كنت فاهم والو. نقزوا الاول نهار في الوطن، عمر الساعه مع 5 ديال الصباح، ولكن كون ما كانتش الوالده راه كنت ما غنمشيش نقرا. صراحه كنرجع وكنعاود نعس 5 دقائق وكنعاود 5 دقائق. المهم بقيت هكا بالخمسة دقيقات حتى قرب الوقت. فوقت صليت داروا من الفطور، دعيت ومشيت دزت على صاحبه وخلاني منشور قدام الدار وما عارفش الوطني ولا شي حاجه بحال هكا. المهم وين نشرك، حتى انا ماشي من العاكزين، خليته في الدار وانا نقول له وانا غادي وانا نمشي. نسيت ما قلت لكمش بلي اول ماده غندوزوها هي الفيزيك، واللي غندوزو 3 ديال السوايع فيها. صراحه كلشي داز مزيان، خدمت داكشي مزيان، وصلت لواحد البارتي في الشيمي. واحد الدري دار عندي ويقول لي خدام على راسك اخويا. ماشي قال لي خدام على راسك، ولكن قال لي خدام على راسك. قالها فهمتي بداك المعنى ديال خدام، راك خدام معاه. قالها وانا غلطت، هي غلطت في ديك البارتي. نورمالمون ديك البارتي ساهله، خصك تاناليزي تشوف معاه. قالها هو قالها وانا في وسط ديك البارتي، خرجت لبرا سولت صحابي ولقيت راسي غلط فيها. وصراحه تعجبوا وقال لك كيفاش انت غلطتي في هذه، نورمالمون ساهله. داكشي علاش عافاكم باش تشوفوا صحابكم ولا شي واحد قريب ليكم ولا حتى شي واحد ما كتعرفوش كيقرا كيخدم كيدير شي حاجه زوينه وعجباتكم، ساهله. تبارك الله ما شاء الله، 4 الكلمات تقول انت غير جوج، تبارك الله 2 كلمات ساهلين، ما تعينش صاحبك باش انه صافي ساهله. دابا وصلنا باش نمشيو ندوزو لونغلي. وباش خرج من الفيزيك وبلا ما نصدمكم عاد مشيت نراجع لونغلي، حيت تقريبا ما راجعتش تقريبا شي 4 ايام، عاد مشيت نراجعها. ما تاخذوش هاد الهضره اللي قلت لكم كمرجع، حيت انا كان عندي ليفل بيدو في لونغلي وكنت كنركز مزيان مع البروف وتنخدم لي زيكزارسيس ديالها، دونك كنت ضابط داكشي غير من القيس. داكشي علاش لونغلي ما عطيتهاش واحد الاهميه حتى للايام الاخرى. دونك انت الا كان عندك واحد المشكل في لونغلي، ما كتعرفش تكتب، ما كتعرفش تصرف الافعال، حاول تخدم من هاد المده اللي باقا. ما غاديش توصل للوطني حتى غتكون حليتي كاع المشاكل ديالك. ولا بغيتوني نهضر لكم على كيفاش تجيبوا مزيان في لونغلي، ما تنساوش تكتبوها في الكومونتير، وغنحط لكم فيديو تم ما عادش تحط الفيديو تكتبوا لي في الكومونتير، نحط لكم الفيديو ديال لونغلي. وحتى هي طبعا دوزتها مزيان، دوزنا المات مزيان، مشينا للفلسفه وتحط لنا اصعب موضوع
اللي ما عرفناش واش الوضع البشري، السياسه، الاخلاق، ما عرفناش داكشي مخربق. دونك الا بغيتو نديرو ستوري تايم خاصه بالفلسفه كيفاش احتاجت فيها 11 وانا ما حافظ فيها حتى شي لعبه. هذا ما عرفتش اشنو كيدير هنا. ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير وغنديرها لكم حتى هي. سالينا كاع مواد ودوزت كلشي مزيان، وباش سالينا الوطني ما يمكنش على راحه، ما يمكنش على راحه نفسيه، واحد الراحه شوف كتغادي وكنجري في الشارع، ما الا بقيت غادي وكنجري في الشارع قوه هاد الفرحه هادي وقوه العذاب اللي داز علينا في ديك المده كامله. واحد الدوبامين كيطلع ما يمكنش. هذه ستوري تايم ديالي من A حتى ل Z، وهذا هو الفيديو الاول من هذه السلسله هذه. مازال غنحط بزاف ديال الفيديوهات على كيفاش تراجع، كيفاش تراجع في اخر الدقائق. شوف الفيديو غير لاشين غتكون كتبل لي زانفورماسيون بحال هكا، حيت مازال غنشارك معكم بزاف ديال الطرق باش تجيبوا مزيان، باش تكونوا ديما اون موتيفاسيون. فاللي مطلوب منكم هو تهبطوا لي كومونتير وتكتبوا اي حاجه عجبتكم في هذا الفيديو هذا. كتبوا شجعونا في الكومونتير، دير لايك للفيديو، دير سبسكرايب الا ما كنتيش دير سبسكرايب، فعل لا كلوش باش توصلك اي حاجه جديده. صيفط هذا الفيديو صاحبك راه غيكون محتاجو في هذه الفتره هذه، فهمتي؟ صيفط له الفيديو عندك اصاحبي تخبي عليه، صيفط له. وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.